بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم احبابي؟ النهارده هنعمل لكم بقى تورته جديده وجميله وفي ناس كتير بتحبها. هي تورته الميفيه، بس طبعا الميفيه دوت انا مش عاملاه، انا شارياه كده معمول جاهز، اللي هو جايبه ديسكين كده اهو. طلعوا اقل من الكيلو تقريبا، وقفوا حوالي ب 45 جنيه. منين؟ من فرن الاريزونا اللي في درب البرابره. دي طول عمرها من 30 40 سنه بتعمل الميفيه، وتجيبيه طازه وبيعملوه جوه تلاقيه لسه دافي كده سخن ساعه ما تجيبيه، وتعملي بيه بقى احلى تورته ميفي جميل قوي. هتشوفوا ازاي هنعمله. اولا انا عملت له كاستر هنا. كاستر طبعا عملته باللبن، و6 معالق كاستر كده ولا 5، وتحطي عليهم لبن وتروحي عاملاهم وحاطه لهم شويه فانيليا، وعايزه تحطي حته قشطه فيهم ماشي، عايزه تحطي حته سمنه بلدي ماشي. وجبت هنا عملت الشوكولاته ديت اللي انا هغلفها من فوق بيها، دي هحطها في الوسط ودي هحطها عليها من فوق. دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه الا ربع سكر، وكوبايه الا ربع لبن، وكوبايه الا ربع كاكاو، وكوبايه الا ربع زيت، كلهم مقادير متساويه. وضربت اللبن الاول مع السكر، وبعدين ضفت عليه الكاكاو، وبعدين ضفت عليه الزيت، كلهم مقادير متساويه. بضربهم بالمضرب لحد ما يتقلوا. هتشوفوا قوامهم واحنا بنشتغل دلوقتي هيبقى عامل ازاي. اول حاجه بقى قبل ما احط انا الكاستر على الديسك الاولاني، نقيت الديسك اللي هو التخين اللي هحطه تحت. اجيب بقى ايه علشان لما تيجي نقطع منها ما تتكسرش مننا وتفضفض زي البسكوت. جايبه شويه لبن صغيره كده، وهحاول ايه اطرطش كده شويه على الديسك كده علشان ايه يبقى مستطر شويه، علشان في سن التراوه كده، بحيث لما تيجي تقطعها بالسكينه ما يتفتفتش معاكي. تشربيها كده على قد ما تقدري، مش كتير يعني قوي، بس هو حبه كده بس، قيمه ما انت يحافظ لك على القطع وانت بتقطعي، ان السكينه ما تكسرهولكيش وانت بتقطعي. اهو تعملي بقى فيه كده بالبتاع لحد ما ايه تحس ان هو اتشرب، علشان تفردي عليه الكاستر. ممكن الكاستر ده على فكره ممكن نلونه كمان، نحط عليه كاكاو يبقى لونه بني، بس انا ما حبيتش احط، قلت فوق هحط بني وشوكولاته. وعلى فكره هنا هو مدوبه في اللبن. حطيت اللبن الاول سخن ودوبت فيه قالبين شوكولاته سما، وبعدين عملت بيه الشوكولاته. وهنا دي هحط دي كده، وهفرد على الديسك كله. بالطريقه دي. هو لسه سخن، لما تخش التلاجة بقى هيجمد ويعمل طبقة كده في الوسط جميلة جدا، تدي طراوة وبتدي طعم جميل قوي للميلفي. حاولي تفردي على الأحرف عشان برضو تبقى طرية وحلوة. نبعد الديسك ده علشان ما يتوسخش من عندنا، وندور هنا كده ونحط في كل الأماكن، ونحط كله. هو هيبقى ايه لما يجمد؟ هيبقى طبقة واحدة سمك. لان ظهر الديسك التاني كمان بتشرب منها.
بس كده ايه ظبطنا، بحيث ان هو ايه اللي فوق برضو هيشيل من الكاستر ده وهياخد منه. فعاملين حساب اللي فوق وعاملين حساب اللي تحت، ونوزعها كويس كده، نتاكد ان كل حاجه واخده حقها كده. وبعدين هنسويها بمنديل. مش عارفه ايه حكايه ان انا كل ما اجي قاعده اشتغل انسى اجيب المناديل جنبي، معلش بقى اعذروني. وزعناها توزيع جميل. ممكن كمان بقى نعمل ايه، هنعمل كمان بقى، بصوا هنجيب بقى مع دي، هنجيب بقى معلقه كده شوكولاته واعمل بيها خيوط كده، بحيث وانتي بتقطعي بيبقى معاكي البني مع الاصفر الكاستر، هيبقى اديها شكل جميل جدا ويديها طعم كمان جميل جدا. خلاص هجيب بقى الديسك التاني ده واحطه عليه. احاول بقى ايه اخلي بالي لو في جنب عريض ما احطوش على الجنب العريض، احط الجنب العريض على جنب رفيع، واخدين بالكم؟ يعني ده الجنب ده رفيع هحط عليه انا الجنب العريض، والجنب العريض ده هحط عليه الجنب الرفيع. خدتوا بالكم؟ بحيث نظبطها تبقى كلها ايه في النهايه هتبقى كلها حاجه واحده. وهروح عاملين كده، معلش بقى سامحوني، بايدي كده اهي نقفلها من الجناب كده اهي. طبعا طول النهار ايدينا بتشتغل في المطبخ وزي الفل. خلاص بقى اهي. هاجي بقى هنا اهو، هجيب اللبن برضو وهسقسق دي كده، واستناها 5 دقايق برضو تشرب عشان اقدر احط عليها الشوكولاته. ودلوقتي بعد ما شربناها برضو الوش التاني شربناه لبن بسيط كده، برضو هنقلب بقى عليها ده علشان نفرده على الوش كده بطريقه جميله كده. عشان ما يقعش بره. هي محتاجه بقى تتماسك ويبقى شكلها في منتهى الجمال. هتعجبكم جدا لما تتقطع بقى وشكلها يبقى جميل جدا. جاتوه من فيه، يبقى تورته من فيه، زي ما تحبوا تسموه. كل الشوكولاته دي هتجمد عليها وهتبقى طبقه واحده. وبعد ما تجمد بقى خالص كده هنقطعها وان شاء الله نوريكم هيبقى شكلها عامل ازاي. وان شاء الله اشوفكم بعد ان شاء الله ما نقطعها. وادي منظر الملفين بعد ما عملناه.
وقطعناه، حطيناه في التلاجة شويه وقطعناه بصوا. وبعدين الباقي اهو لسه هقطعه، شايفين شكلها من الجنب عامل ازاي، وهنا برضو من الجنب عامله ازاي. ولسه بقى هنقطع الباقي ده، وبعدين نبقى نحطه في الطبق. جميله وعامله كذا قطعه، عملت كده 5 6 ولسه هنا اهو يجي 6 كمان، يعني عملت حوالي دستة، عملت حوالي دستة منفيه. لا بصراحه جميله جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم والى اللقاء.